طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ يسعد لي صباحكم ومساكم. اليوم جاء على بالي فول، صار لي كذا يوم جاء على بالي اسوي فول، بس عصام عم بيقول لي لا نور لا تعملي لي فول لانه حنام. بس ما بعرف اشتهيت عليه فقلت بدي اسويه. طبعا نحن فايقين من زمان شربنا القهوه وهيك، بس لهلا ما فطرانين. الاولاد فطروا بس انا وعصام لسه ما فطرنا. تعال هون، انت شو عم تعمل؟ هذا كاسبر مدري شو عم يعمل. تعال هون. امبارحه مو حطيت له هذا الفولار على رقبته، عم بضل بيعمل ليشيله، هو عم بيشيله لحاله. كون حاطط له اياه فجاه بلاقيه بدون، شكله مو حابه، صار كل شوي هيك. ايوه عم بيحاول يجي لعندي بس ما بيقدر. فهلا طلعت علبتين فول، حسوي فول مع الخضره مو فول بطحينه. انتو طمنوني عنكم، شو الاخبار؟ فعصام هلا فات يعمل شاور، فقلت بما انه هو بالحمام انا بسويه عشان ما يقول لي كاني ماني بدي وما بدي. انا شلت المي تبع العلب، فرح احط مي نظيفه واسلقه، لانه هذا الفول شوي قاسي فلازم نسلقه على النار، خليه يغلي فتره لحتى يستوي. وعندي هون الخضار رح اقطعهم. طلعت فلفله حده وبندوره وبصل وثوم، وكمان بدي بقدونس مشان نزين على الوش. ما تطلع فيني ولا تعمل مسلسل حتى تيجي لعندي، لهون ما فيك تجي، اوكي؟ ممنوع. انتو شو في ما في، شو عاملين، شو مشاريعكم لليوم؟ صراحه على اساس اليوم كنا بدنا نروح على الاطلنطس، ناخذ معنا اليكس وماريتا اللي لعبوا بالالعاب المائيه هدول القويين، لانه ما بيمشي الحال ادم واليوم يلعبوا فيهم على حسب العمر. وحتى على فكره ماريتا ماني متاكده انه هي 100% فيها تلعب فيهم او لا، بس على الاغلب بيمشي الحال ماريتا، يعني طالما نحن معه. فعلى اساس اليوم نروح، بس ما بعرف ما كثير حبيت اروح، يعني مو جا على بالي، فقلت بلكي بنروح بكره، لانه لما انتم مثلا بدكم تاخذوا اولادكم على مكان اهم شيء يكون انتم كمان حابين تروحوا. ليش؟ لما بتكون انتم عندكم الطاقه والحماس فهذا الشيء بينتقل للاطفال، فبصيروا هن كمان بصير عندهم حماس. بس اليوم ما بعرف، ما كنت مشتهيه صراحه اروح، فبلكي بنروح بكره او غير يوم على التيسير. انا دائما هيك ما بحب انه اخطط لاشياء، بحب كل شيء على التيسير، لانه الانسان بينام وبفيق ما بيعرف شو بصير معه، صح ولا لا؟ صح. شو بدكم تعملوا اكل اليوم؟ البارحه والله طلعت الباميه غير شكل، طلعت بتشهي كثير طيبه. فاليوم ما بعرف شو بدنا نعمل اكل. جا على بالي مجدره مثل اللي سويتها هذيك المره، والله العظيم كثير طيبه، بس وقتها ما كترتها، ما كان عندي غير شويه برغل فخلصت. وبالعاده الاولاد ما بيحبوا كثير المجدره، بس هذيك المره لما سويتها بالطريقه الجديده كثير حبوها، يعني اكلوها مع اللبن، قالوا لي والله طيبه، او يمكن غيروا عقلهم صايرين بحبوها، الله اعلم. يا ترى بتكفي هي؟ حخلي هدول بس مشان اذا بدي بندوره على الوش، او يلا عادي بقطعهم. تنتين بحطهم بقلب الفول ووحده بخليها مشان ازين فيها، يعني لانه ما عندي بندوره، هدول اخر 3 حبات خلصوا.